بمناسبة عيد الفطر السعيد، بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برسالة إلى الأمتين العربية والإسلامية تناول فيها العديد من النقاط المتمحورة حول قضايا الملحة التي تعيشها المنطقة هذه الأيام، حيث هنأ الملك سلمان بداية الشعب السعودي والعالمين العربي والإسلامي بقدوم عيد الفطر السعيد، مبينا أن احتفاء المسلمين كافة بعيد الفطر هو مظهر من مظاهر التلاحم وعنصر من عناصر الوحدة بين سائر أبناء الأمة الإسلامية. كما أشار إلى أن المملكة حملت هم الأمة الإسلامية منذ توحيدها ولا تزال مستشعرة موقعها في قلب العالم الإسلامي بالوقوف إلى جانب المسلمين في أرجاء المعمورة والدفاع عن قضاياهم المشروعة، داعيا في الوقت ذاته الأمتين العربية والإسلامية بالتمسك بمبادئها لتقف في وجه التنظيمات الشريرة منبع التطرف والإرهاب، ومؤكدا أن تحقيق ذلك لن يكون إلا بتضافر الجهود وتوحيد الكلمة وتغليب جانب العقل والحكمة لتجنيب الأوطان والشعوب هذه الفتن. وختم الملك سلمان كلمته بالتأكيد على أن الإسلام هو دين محبة وسلام، ويدعو إلى تقبل الآخر واحترامه والتعايش معه. إخواني المسلمين، اليوم أمتنا العربية والإسلامية بأمس الحاجة إلى التمسك بمبادئها على نحو ما كانت عليه في عصور القوة والمنع، لتقف في وجه التنظيمات الشريرة منبع التطرف والإرهاب، ولن يتأتى ذلك إلا بعد التوكل على الله ثم تضافر الجهود وتوحيد الكلمة وتغليب جانب العقل والحكمة، لنجنب أوطاننا وشعوبنا هذه الفتن. فديننا دين محبة وسلام يدعو إلى تقبل الآخر واحترامه والتعايش معه. تفيد توقعات بارتفاع النفقات العسكرية لدول العالم بحسب دراسة نشرتها مؤسسة جينز لدراسات الدفاع والأمن. النفقات العسكرية العالمية سترتفع خلال العام الجاري بنسبة 16%. يعد هذا الارتفاع الأول منذ 2009 وبموازنة بلغت 1547 مليون دولار. روسيا وآسيا والشرق الأوسط هي محرك هذه الزيادة. مثلا تريد موسكو زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 44% في السنوات الثلاث المقبلة. أما بالنسبة لآسيا فقد رفعت هذه القارة من نفقاتها العسكرية بشكل مستمر منذ أزمة 2009. بالحديث عن آسيا ومنطقة المحيط الهادئ باستثناء الصين هذه المرة، فستتجاوز أوروبا الغربية في 2015 زيادة ملحوظة وأيضا مرتقبة سواء في أستراليا والهند وكوريا الجنوبية بحسب هذه الدراسة. أما بالنسبة للصين فبلغت موازنتها العسكرية عام 2013 بلغت 139 مليار دولار. بحسب توقعات المستشارين ستنفق الصين في العام المقبل على دفاعها أكثر مما ستنفق بريطانيا وفرنسا وأيضا ألمانيا مجتمعة مع بعضها. أما إذا انتقلنا إلى الشرق الأوسط فقد تزايدت نفقات الشرق الأوسط بشكل كبير منذ عام 2011. شهدت سلطنة عمان أيضا السعودية بشكل خاص ارتفاعا يفوق 30% بين 2011 وأيضا 2013. بالنسبة لتوقعات الانخفاض في موازنات الأسلحة فمن المتوقع أن يتسارع خفض النفقات العسكرية الأمريكية إلى 575 مليارا في العام 2014 و535 مليارا عام 2015. كما ستنخفض النفقات العسكرية الفرنسية بحسب التوقعات من 52 مليارا و600 مليون دولار في عام 2014 أيضا إلى 52 مليارا في العام المقبل عام 2015. في تصنيف جينز لهذا العام احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في الإنفاق العسكري، تلتها الصين في المرتبة الثانية عالميا. أما بالنسبة على مستوى الدول العربية
فحلت السعودية في المرتبة الأولى عربيا، التاسعة دوليا بميزانية عسكرية بلغت 42 مليار دولار تقريبا، فيما جاءت الجزائر هذه المرة في المركز 20 بميزانية عسكرية بلغت أكثر من 10 مليارات دولار. وفوق كل هذا، وفي آخر سنتين تحديدا، كان هناك ارتفاع غير مسبوق في الدين والعجز، والسبب في ذلك توقف الغاز المصري اللي كلفنا عبر السنتين الماضيتين ولغاية الآن حوالي 4 مليار دولار كعجز ودين إضافي سنويا، حتى دعم إخواننا في المملكة العربية السعودية لنا العام الماضي، ولهم منا كل الشكر والتقدير، بالكاد غطى العجز الإضافي الناجم عن توقف الغاز المصري في عام 2011. لذلك يجب أن نكون موضوعيين ونحرص على الحقيقة في تفسير الأمور، وأن نتقي الله فيما نقول. يعيش جلالة الملك المعظم والممارسات في مسدس أبو الحسين، بالروح بالدم نفديك يا أبو حسين. يعد دخول المملكة كعضو في المجموعة الاقتصادية الأقوى على مستوى العالم اعترافا بأهميتها حاضرا ومستقبلا، ويكسبها قوة ونفوذا سياسيا واقتصاديا ومعنويا كبيرا يخول لها لعب دور مؤثر في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تنعكس حتما على شعب المملكة وشعوب المنطقة. لا شك أن مشاركة السعودية في قمة أنطاليا هو تأكيد على مكانتها في هذا المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وذلك جنبا إلى جنب الدول الكبرى الأخرى. ارتفاع أهمية المملكة كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، وارتفاع حجم تجارتها الدولية وما له من تأثير على دول العالم، فضلا عن ارتفاع مواردها المالية المضطرد والتأثير الواضح لسياساتها المالية في التجارة العالمية من خلال التحويلات إلى الخارج والسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، أدخل المملكة من باب 20 الكبار الواسع. تعاظم التأثير الاقتصادي للمملكة على اقتصادات عالمية منحها صفة أفضل اقتصادات العالم الناشئ جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي ضخم في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية. ليس هذا وحسب، بل أن المملكة تمتلك ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم والأكبر عربيا، وكان لنجاح المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في توجيه سياستها الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي أبلغ الأثر في جعلها دولة فاعلة في رسم السياسة الاقتصاد العالمية وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وتأكيدا على مكانة المملكة وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي. شاركت المملكة وتشارك مجددا اليوم في اجتماعات قمة 20 في أنطاليا. لا شك أن الثقل الاقتصادي للمملكة وكذلك التطور الذي تمكنت من تحقيقه خلال سنوات التنمية الشاملة السابقة مكنها من دخول مجموعة 20 من أوسع أبوابها، بل وجعل لها كلمة مسموعة داخل مجموعة 20 الكبار. حنان نامق للإخبارية من قاعة اجتماعات قمة 20 أنطاليا.